كن صحي. صحصوح سهلها عليك. شاورما الدجاج اليونانية. الوصفة تحتاج 450 جرام من صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد، ملعقة شاي لكل من ريحان ناشف، بصل ناشف، أوريغانو ناشف، ملعقتي طعام عصير ليمون، ملعقة طعام زيت دوار الشمس، ملعقة شاي ملح، نصف ملعقة شاي لكل من فلفل أسود، قرفة، 3/4 كوب لكل من بقدونس مفروم، نعناع مفروم، فصين ثوم مهروس، بصلة صغيرة مقطعة شرائح رفيعة، حبة طماطم متوسطة منزوعة البذر ومقطعة إلى مكعبات، مقادير صلصة اللبن: علبة لبن زبادي صغيرة قليلة الدسم، ملعقتين طعام طحينة، ملعقتي طعام عصير ليمون، نصف ملعقة شاي ملح، فص ثوم مهروس، رشة فلفل أسود، حبتان خبز أسمر للتقديم. تغسل صدور الدجاج وتجفف وتوضع في إناء زجاجي. يخلط ملعقتين طعام عصير الليمون مع البهارات جميعاً، مع الاحتفاظ بنصف ملعقة شاي ملح جانباً، وربع كوب لكل من البقدونس والنعناع المفروم وفصين ثوم. يوضع الخليط على الدجاج ويتبل الدجاج جيداً ويغطى ويترك في الثلاجة لحين التقديم. لعمل صلصة اللبن: يخلط اللبن الزبادي والطحينة وملعقتي طعام ليمون ونصف ملعقة شاي ملح ورشة فلفل أسود وفص ثوم مهروس. في مقلاة غير لاصقة تحمى ملعقة الزيت، ثم توضع صدور الدجاج لتحمر وتنضج، ثم تقلب على الوجه الآخر. عندما تحمر من الجهتين تخرج على لوح التقطيع. تقطع صدور الدجاج إلى شرائح نحيفة وتقدم مع البصل والطماطم وباقي النعناع والبقدونس والعيش العربي مقطع إلى أرباع وسلطة اللبن.